التليفونات في الجمرك المصري. انا وانا نازل بالتليفونات بسجل كام تليفون وبسجلهم ازاي، واعرف ازاي ان تليفوني اتسجل ولا لا. بص يا جماعه، وانت نازل لو انت نازل بتليفونين، تمام، فهو تليفون واحد اللي مسموح لك كل 3 سنين، ولازم تكون مسافر قانوني ومعاك جواز داخل بيه قانوني عشان تعرف تسجل تليفونك. لو انت رايح ليبيا تهريب، فمش هتعرف تسجل التليفون بتاعك في الجمرك المصري وانت نازل، تمام. فلو انت معاك تليفونين هتسجل تليفون واحد بس، لان مسموح لك كل 3 سنين تليفون واحد. هتروح على الشباك بتاع تسجيل التليفونات في الجمرك، اذا كنت جاي طيران او جاي بري في الجمرك، ما تطلعش من مكانك غير لما تتاكد ان تليفونك اتسجل. هتتاكد ازاي؟ في برنامج اسمه تليفوني، هتنزله على تليفونك قبل ما تنزل، تمام. وهتدخل تتاكد من عليه ان تليفونك اتسجل ولا لا. ما تطلعش من المطار او من الجمرك غير لما تتاكد. ولو امين الشرطه مثلا او اللي قاعد مكان التسجيل قال لك الموضوع بياخد ساعتين و3، الموضوع ده كده. الموضوع ما بياخدش اكتر من 5 دقايق 10 دقايق، ما بياخدش اكتر من كده. وتاكد قبل ما تطلع، لان في ناس كتير بتسجل وبعد ما بتطلع من بره بيجي لها رساله ان تليفونها عليه ضريبه. فانت حمل تطبيق موبايلي او تليفوني بتاع الدولة، تمام، وادخل اتأكد من عليه ان تليفونك اتشال من عليه الضريبة. والموضوع ما بياخدش وقت، ما بياخدش اكتر من 5 دقايق يا جماعة.